باسم النقابه الوطنيه للتعليم المنضويه تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل نظمنا وقفه احتجاجيه على مستويين. المستوى الاول باش نرفضوا المذكره اللي اعتبرناها مذكره مشؤومه، مذكره تدبير الفائض والخصاص اللي جات تتمس الاسره التعليميه في الاستقرار ديالها. ممكن نسردوا امثله وكيبين في نفس الوقت على الارتجاليه وحتى الاستخفاف بالتعليم. مثلا عندنا واحد الثانويه فاطمه الزهراء، عندنا وضعيه مستقره في الماده ديال التربيه الاسلاميه، واذا به في الحركه كيجينا استاذ، هذاك الاستاذ كيطلع واحد فائض اش غادي يولي هذاك غادي يمشي يرجع للمنصب منين جا هذا اكلموس. حاله اخرى مثلا ديال واحد في كروشن تيقري ماده الانجليزيه، غادي يقري ماده الانجليزيه في كروشن وغادي يسندوا ليه ساعات اخرى بجامعه بعيده يستحيل الجمع بين الجامعتين اللي هي سيدي حي وسعيد. عندنا حاله اخرى مستقره وحالات متعدده مستقره، شارين الدار ديالهم، عندهم وليداتهم، جات الحركه الانتقاليه ووضعيه مستقره كتجيب واحد اخر، كتطلع هذيك الاستاذه فائضه وكيردوها لابعد نقطه في الاقليم جامعه مريب وعزه. اذا سيصعب سرد مجموعه ديال الحالات، وهذه الحالات هذه ماشي غير بخنيفره بل على الصعيد الوطني. ثم على المستوى الثاني هو تدبير اللي اعتبرناه تدبير سيء ديال السيد نائب الاقليمي وزاره التربيه الوطنيه خنيفره، انطلق من الامتحان الاشهادي ديال السنه السادسه، حيث تحرموا اكثر من 100 تلميذ من اجتياز المباراه بسبب الاختيارات اللي كانت ديروا ما صحاحاش، اضافه لعدم التسويه ديال حتى الوضعيه ديال ما خلصش الناس ديال المطاعم. عيب وعار كتلقى امراه كتسنى العام كامل 300 درهم ولا 400 درهم، وبالاضافه للتعويضات ديال الساعات الاضافيه، المحاربات الامنيه. ولكن في نفس الوقت كنلقاو بان الناس اللي كتسال 200 مليون 100 مليون السواق اللي هما المقاولين. اذا بالنسبه لنا حنا مازال علامه استفهام. النائب الاقليمي هل يسير فعلا النيابه بجانبها التربوي والتكويني او الجانب المتعلق بالمقاولات خصوصا في البناء والتجهيز، رغم بعض النقط السوداء اللي تتسجل اليوم في خنيفره الثانويه ديال كافنسور سيدي لامين. هناك اعداديه وهناك ثانويه اللي الاشغال واقفه تعين فيها الناس، وعلامه استفهام حول هذيك الثانويه اللي حتى انا طليت عليها هذه 3 ايام. الشروط العمل فيها راه ما كاينش ما كتوفرش. نطالب بلجنه الافتحاص تجي لخنيفره توقف على هذه الاحتلالات هذه اللي نقدروا نعتبروها احتلالات ماليه. باش نرجع للموضوع ديال الاحتجاج ديالنا اليوم، هو جاي في سياق وطني ونساهموا حتى حنا في الديناميه النضاليه اللي كتعرفها جميع الفروع على الصعيد الوطني، للمطالبه بالالغاء الفوري مذكره تدبير الفائض والخصاص. التاثيرات السلبيه اللي نتجت عنها مباشره بعد توقيع محضر الدخول، وهذا كله كيجي في الهجوم المتواصل المستمر على الطبقه العامله اللي انطلق بتمرير المرسوم ديال التعاقد. تبعوا المرسوم في 3 شهر 8 ديال الحركه الموظف، واليوم خصنا نحدروا ونوعيوا واحد الفئات الاطر المشتركه ما بين الوزارات اللي هي المساعدون التقنيون والاداريون والمتصرفون، انهم اليوم راه مهددون في الاستقرار ديالهم اكثر من باقي الفئات في الوظيفه العموميه. اليوم راه يقدروا يجمعوا من الفائض فيهم غادي تصرف في قطاعات مختلفه وممكن خارج الاقاليم اللي كينتميو لها. هذا اللي كيبين النيه ديال الحكومه الحاليه في تفكيك واضعاف الطبقه المتوسطه اللي ربما غتكون عندها تبعات خطيره على المجتمع المغربي. المرسوم الثالث الخطير اللي ربما راه غيدوز الا بقينا كطبقه عامله ساكتين، غادي يدوز المرسوم ديال التقاعد غيدوز. اليوم نناشد الطبقه العامله ونناشد الاسره التعليميه اللي انا كنتمي لها باش تستمر معبأه وتحاول ما امكن تلتف حول النقابات ديالها باش تمارس ضغط. واليوم نقدر نقول الاخوات والاخوه ديالنا في التعليم الاسره التعليميه على ان هذا الاحتجاج اللي كاين على الصعيد الوطني راه بدات تعطي الاكل ديالو من خلال
الارتباك اللي يبدا على الوزاره ديال التربيه الوطنيه من خلال اصدار مجموعه من البلاغات. بلاغ اللي جا من بعد هذه المذكره المشؤومه كتخبر فيه الشغيله بان الانتقال غادي تعتبر انتقال من اجل المصلحه باش نحافظوا على النقاط. حنا كنقولوا ما عندنا ما نديروا بالنقاط، ما عندنا ما نديروا حتى بشي حاجه اللي كيهمنا هو استقرار الاسره. الالغاء والسحب الفوري ديال هذه المذكره والجلاس الحوار، لان عندنا كنقابات مقترحات منصفه من طبيعه الحال. حنا ما تنقولوش الناس ما تخدمش، غادي تخدم، ولكن مراعاه للاستقرار والوضع الاجتماعي ديال الفئات كلها. شكرا.